عليكم كل ما تجي يوم الجمعة أو يوم السبت أو بالمناسبات للنجف الأشرف خصوصا إلى مقبرة وادي السلام، تلقى ازدحام واكتظاظ قوي جدا، وفهذا ينقل رسالة جدا رائعة. هاي الرسالة تبين روح المودة والمحبة اللي موجودة بين الناس، وهذا فد شيء كلش جميل وكلش رائع اللي يخلي الناس تتكبد المعاناة والحار، تتحمله وتتحمل التعب في سبيل تجي توصل لأهلها كل أسبوع أو كل عيد أو كل مناسبة. هاي المودة وهاي المحبة وهاي الألفة لو كانت بالحياة هواي تكون أفضل. إيش قد اليوم إخوان واحد ما يحكي ويا الثاني، إيش قد أبناء عمومة أو أقارب واحد ما يحكي ويا الثاني، الزوج ما يحكي ويا زوجته. هاي المحبة والمعزة والمودة تطلع من ينزل للقبر، ليش ما تكون موجودة بالدنيا؟ أكثر خلافاتنا على قضايا بسيطة ولعله تافهة جدا، ما مقبول الإنسان العاقل والواعي أن يتقبلها، لكن يحس بخطأ إيش وقت من ينزل حبيبه أو صديقه أو عزيزه إلى أرض النجف. لازم نوعى قبل ما نوصل إلى هاي المرحلة ونقتل كل الخلافات الموجودة بيناتنا، لأن الحياة جدا قصيرة وأقصر مما نتصور. نسأل